تعال احكي لكم حدوته اثرت فيا جدا وكانت سبب ان حياتي تتغير للابد. كان في مره اتنين صحاب رايحين يزوروا واحد صاحبهم ده ساكن في عماره طويله في الدور التلاتين، وهما داخلين لقوا الاسانسير مش شغال، فقرروا ان هما ياخدوها كهدف ويطلعوا له على السلالم. طلعوا 5 ادوار في 10 ادوار في 20 دور لحد ما وصلوا للدور ال28. ساعتها واحد قال لصاحبه التاني: انا عندي ليك خبرين، خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو ان احنا فاضل لنا درجتين بس ونوصل او دورين، والخبر الوحش احنا اتلخبطنا، مش هي دي العمارة اللي جنبنا هي اللي كان فيها صاحبنا. فده لو يعلمنا حاجة، يعلمنا إن المجهود لوحده مش كفاية، مش هو المقياس اللي هينجحك في حياتك. في حاجة اسمها الذكاء. العلبة دي فيها مخ تفكر بيه في كذا طريق، إنك تلاقي الطريق المختصر لنجاحك، لأن المجهود مش هو اللي هينجحك. ياما ناس بتعمل مجهود في حاجات كتير جدا، بس المجهود ده بيضيع على الفاضي. وافتكر إن المجهود ده أنت لو أخدت ربعه ووظفته في الطريق الصح هيوصلك لنجاح أعلى من المجهود اللي أنت كنت ممكن تبذله في الطريق الغلط. وهنا يستحضرني الآية الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقولها في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم، ضل يعني تاه سعيهم، بيوزعوا مجهودهم ووقتهم وتفكيرهم وحياتهم كلها في اتجاهات غلط مش هتوصلهم لأي حاجة. فيعني يستحسن لو وصلتهم لنفس النقطة اللي هم فيها، بالعكس ده في ناس بتوصل للنقطة أسوأ من اللي هي كانت فيها علشان ضلال السعي. اتعلم من النهارده ان مجهودك يكون زي كنز بالنسبه لك، ما تضيعهوش على اي حاجه ممكن ما توصلكش. ابذل مجهود واتعب واشقى، بس اختار صح، شغل عقلك، خلي العضلات مع العقل. لو انت خليت العضلات بس مش هتوصل لاي حاجه، ولو خليت العقل برضه بس مش هتوصل لاي حاجه. دايما اختار صح. خد نفس عميق كده وبص لحياتك من فوق، واعرف الاختيارات الغلط اللي انت خدتها في حياتك وصلتك لايه، وابدأ خد قرار من النهاردة ان انت هتاخد اختيارات صح، هتبدأ تتنازل، هتبدأ تفكر بمنظور تاني، لانك طول ما انت بتفكر بنفس المنظور بتاعك مش هتوصل لأي حاجة. ربنا يبعد عنك ضلال السعي، ربنا يبعد عنك انك تتعب في حاجة في الاخر ما توصلهاش. الحاجة دي صعبة جدا، واتمنى ان ربنا يمن عليكم بكرمه ويديكم الطريق اللي يوصلكم للي انتوا عايزينه.